وبالفعل هو ندم عليك، وشايفاه ان هو خلاص قرر انك انت يعني توأم روحه وانت الشخص اللي هو عايز يكمل معاه. وبالفعل انت عندك هنا طاقة نصر زي ما قلت لك، على خروج طرف ثالث او على خروج اهل. حتى لو انت كنت بتكره، يعني ما تزعلش مني، انت ممكن كنت بتكره اهله، او شايف ان هم كانوا سبب في انفصالكم، او سبب ان هم كانوا مثلا يبعدوكم عن بعض. شايفة ان الطاقة دي تطلع من عندكم. في طاقة نصر هنا. بص، هترجع للشخص ده وهتحس ان هو مذلول، وبيقدم لك كده الرضا، ترضى عشان توافق ترجع له تاني. بالفعل الشخص ده كان مراهن ان ما يرجع لكش وانت اللي ترجع، بس المرة دي عارف ان هو خسر الرهان وانت اللي كسبت وانت اللي انتصرت، وهو اللي هيرجع لك وهو اللي هيكلمك. دي طاقتك. مش كده قلت لك انت عندك هنا نصرة وعندك هنا تحقيق امنية. واو، بجد انا فرحانة بطاقتكم جدا. موفقين في حياتكم. متنسوش طبعا تتابعوني على اليوتيوب، تتفاعلوا على الفيديوز لما ينزل ان شاء الله. على التيك توك هنا نزلوه كامل قراءة. بعد كام عدة راح يتواصل معاكم او يرجع. خلوني اشوف لكم الطاقة دي. امتى راح يتواصل معاكم الشخص ده؟ ومنك عندكم طاقة 11، ممكن 11 يوم من دلوقتي او 11 في الشهر الجديد بالكتير قوي. تمام. الطاقة دي من 11 ل 11 في الشهر الجديد. مشاعره كلها يعني رغبة للتواصل، اشتياق، حب. وشايفاه ان هو شايف ان ما اعترفلكش بمشاعره ان هو يتجوزك. ممكن يكون قالك مثلا مشاعره في الاول وفي النهاية غير مشاعره، او في النهاية مثلا هرب من العلاقة، او انت لما اعترفت له بمشاعرك هرب ما كملش. اكتب لي كده تحت. ليه بقى الشخص ده مشي من حياتك؟ ليه مشي من حياتك؟ خلينا نشوف. ده مشي من حياتك لسببين. انت والشخص ده زي ما قلت لك، يعني انت تعرفت عليه وهو تعرف عليك على اساس ان انتوا كنتوا يعني متعرفين صدفة او في مجال عمل او بتشتري من عنده حاجة او ده صديق او حاجة. فاعتقد ان الشخص ده لما لقى نفسه انه حبك وتعلق بيك، كان هو لا اما عنده علاقة، لا اما الشخص ده كان انت وهو في اختلافات ما بينكم تمنع ان يحصل جواز او يحصل استقرار او ترسيم. لاني انا فعليا شايفة ان الشخص ده سايبك لان حاسس ان لقى نفسه في ورطة، لقى نفسه في مشاكل، لقى نفسه في ضغط من الاهل، ضغط مع طرف تالت. لكن الشخص ده ما سابكش عشان انت يعني تتساب، بالعكس ده هو عنده اعجاب بيك قوي. وانت بصراحة يعني مخلي الشخص ده مش عارف يعني يحب بعدك